مريت تجربة ارتباط. علاقة كانت جميلة، مرة واحدة العلاقة بدأت ان هي تاخدني في حتة تانية، زي الملل، الزهق، الخناق، مشاكل. لازم ادور على حد احسن مني، انا لازم اشوف حد مفهوش عيوب نهائي، ودي كانت كارثة. يا جماعة الكاميرا ليها رهبة برضه. أنا بحاول إن أنا ما رتبش الكلام وأخش في الموضوع على طول وانسى ان انا واقف قدام كاميرا. انا عايز اعتبر ان انا واقف قدام اخويا، قدام اختي، عايز اتكلم براحتي ومش همنتج اي حاجه من اللي انا بقولها دلوقتي، لان انا عارف ان انا كحد عندي بيرفكشنزم ممكن اقص الحاجات دي واحس ان هي ملهاش لازمه. بس انا قررت ان انا اكسر الحاجز ده النهارده. بالمناسبة أنا بقالي 10 سنين أو أكتر من 10 سنين نفسي أبقى صانع محتوى، والموضوع في دماغي من زمان جدا، قد يصل ل 15 سنة. والنهاردة لأول مرة، هي مش أول مرة أصور، بس النهاردة أول مرة أحس إن أنا فعلا حققت حلمي وبعمل فيديو من قلبي. يعني بعمل فيديو من جوايا، من غير ترتيبات، من غير تجهيزات، من غير ما أفكر في الموضوع وأديله حجم أكبر من حجمه. بالمناسبة أنا هنا كان عندي مشكلة أثناء ما أنا بصور، هو ظهور السوفت بوكس ده، ومع ذلك انا ما رضيتش اقف عند المشكله. يعني مثلا لو انتوا كنتوا قلتوا لي مثلا على مدار سنتين او 3 سنين اللي فاتوا دول، كان ممكن ان انا الغي الحلقه وما اصورش بسبب اني ده ظاهر. فالحمد لله قدرت ان انا اتقبل الموضوع، بل بالعكس حسيت ان هو في مظهر جمالي في الموضوع جه لصالحي. انا احمد عبد الحميد، والنهارده هنتكلم عن مشكله هي ممكن تكون عائق بنسبة 99% لكل اللي بيتفرج عليا دلوقتي، وسبب من الأسباب اللي خلتني في يوم من الأيام موجود هنا، اللي أنا أقصده يعني دلوقتي. لأن بسبب المشكلة دي أنا كان زماني، أنا واثق إن أنا كان زماني في حتة تانية. أنا بكلمك في 15 سنة صناعة محتوى. في يوم من الأيام كان عندي تقريبا 13 سنة، كنت لسه تقريبا في أولى إعدادي. كنت مجنون جدا بقنوات اليوتيوب، وإن أنا أتفرج على فيديوهات وناس صناع محتوى. الموضوع كان بادئ عندي بدري جدا، فكنت حابب إن أنا أعمل حاجة زي كده، لأن أنا كان معروف عني من وأنا صغير إن أنا حد بريزنتر شاطر، بعرف إن أنا أقف قدام جمهور وبعرف أتكلم وعندي ثقة في نفسي، وفي نفس الوقت أنا مش بخاف من الناس، وكان دايما بيتقال عني إن أنا جريء يعني. بس الفكرة إن أنا حاولت إن أنا أستغل ده في مجال صناعة المحتوى، وللأسف معرفتش اعمل اي حاجه. بعد كده اكتشفت ان البرفكشنزم هو مش كسل، ولا هو قله امكانيات، ولا هو خوف من الناس. المشكله اللي عندي كانت باختصار هي الكماليه او المثاليه. والمثاليه هي باختصار انك ما تبداش حاجه الا لما تتاكد انك عملتها بالطريقه الصح 100%. وده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، وهي ان في فرق كبير طبعا ما بين ان انا عايز اعمل حاجه كويسه وما بين ان انا مش هعمل الحاجه الفلانيه الا لما تكون كامله. بدايه القصه لما جات لي الفكره كصانع محتوى، بدات ان انا اخد خطوات فعليه ناحيه الموضوع. بدات ان انا اتفرج على فيديوهات اكتر، بدات ان انا اتعلم مهارات جديده، بدات ان انا احط الموضوع في دماغي بشكل اوسع، بدات ان انا اوفر امكانيات. بعد كده اكتشفت اني انا لسه محتاج ان انا اكون جاهز. على العلم ان الغلطات اللي انا كنت بقف عندها هي حاجات عبيطه جدا، يعني ممكن اللي قدامي او اللي بيتفرج على الفيديو ما ياخدش باله منها اصلا، بس دايما كنت بحس ان انا لسه مش جاهز، انا لسه ناقصني شويه حاجات تانية، زي الامكانيات، زي ان انا عايز اضاءه احسن حاجه في الدنيا، عايز كاميرا احسن حاجه في الدنيا. كنت احيانا لما بصور بقول لا عيني هنا مبربشه، انا هنا اتكلمت وقلت الحاجه الفلانيه، حركات ايدي ما كانتش عجباني. فكل دي حاجات المشاهد ممكن اصلا ما ياخدش باله منها. فاكتشفت ان هي مش عائق، بل انا كنت في الحقيقه بسوف. هو الموضوع كله كان بالنسبه لي تسويف، ما كنتش مدرك الموضوع قد ايه هو مضر وقد ايه هو عطلني. يعني الحمد لله ان انا يعني قدرت ان انا اتفهم الموضوع واتخطاه. وفي خلال رحلتي بعد ما اكتشفت الموضوع مريت بشويه حاجات انا عايز اديلك الخلاصه بتاعتها، لاني انا مش هحب ابدا انك تمر بنفس التجربه، لان هي كانت بالنسبه لي تجربه قاسيه جدا. قسوتها كمان لما اكتشفت ان هي كمان بتاثر على العلاقات العاطفيه. طب ازاي البرفكشنزم بتاثر على العلاقات العاطفيه؟ انا لما كنت مرتبط في يوم من الايام، كنت مختار حد جميل جدا فيه كل المميزات اللي انا محتاجها، والعيوب اللي احنا ممكن نشوفها حاجات بسيطه جدا، مع الوقت ان احنا بنتاقلم عليها وبنعديها عادي. بس الفكره ان انا كنت دايما بشوف اني انت شخص جميل بس انا محتاج الاجمل. وللاسف علاقاتي اتدمرت بسبب حاجه زي كده. الموضوع بالنسبه لي ما كانش، معرفته بالنسبه لي ما كانتش يعني سريعه، انا خدت وقت عبال ما اكتشفت حاجه زي كده اصلا. فكان الموضوع هنا صعوبته في ان انا مريت بتجربه ارتباط. علاقه كانت جميله، مره واحده العلاقه بدات ان هي تاخدني في حته تانية، زي الملل، الزهق، الخناق، مشاكل. وكل ده بسبب ان انا كنت دايما ببص للحاجات الوحشه اللي هي بتاكد الحاجات اللي هي اللي بتطلبها البرفكشنزم. يعني بثبت لعقلي يعني نوعا ما ان انا لازم ادور على حد احسن منك، مع العلم ان المميزات كانت بتغطي على العيوب دي. يعني هي عيوب عبيطه جدا ما تعطلش علاقه. بس للاسف انا كنت شايف اني هو ده الحل، انا لازم اشوف حد ما فيهوش عيوب نهائي.
ودي كانت كارثة، لحد ما دخلت في علاقة مع حد سوي جدا، وهنا بدأت اخد بالي ان انا اللي مش سوي كفاية، عشان كده حصل دروب. فبدأت ان انا افتش ورا الموضوع لحد ما عرفت ان الموضوع ليه علاقة برضه بالبرفكشنزم اللي هي كانت معطراني عن حلمي. بعد ما بحثت كتير وبعد ما دورت كتير، ده غير كمان الاعراض الصعبه اللي هي ممكن تحصل لك بسبب البرفكشنزم، وهي جلد الذات، الضغط اللي بتتعرض له باستمرار، دايما بتحط نفسك في توقعات عاليه من نفسك ومن اللي حواليك. وهنا العلاقات بل حياتك بالكامل بتتاثر، لان مفيش رضا، مفيش استمتاع، مفيش مساحه للغلط. ففي خلال رحلتي للموضوع اكتشفت حاجه هي اللي خلتني ان انا اتخطى الموضوع بسهوله. مع العلم الموضوع هو ملوش علاج بطريقه معينه، يعني مش هتروح مثلا تعمل حاجه معينه فالبرفكشنزم عندك تقل او تختفي نهائيا. لا، هي يعني ممكن نقول ان هي بتقل لكن مش هتختفي نهائيا. بعد كده فهمت من خلال رحلتي في العلاج ان البرفكشنزم هي عباره عن خوف. انا عدو الخوف. مجرد ما بحس ان انا بخاف من اي حاجه لازم ان انا مخافش. ما افتكر يعني ان انا زمان كنتش بعرف اعوم. ايه ده بحر؟ طب اللي بيقع هنا بيحصل ايه؟ لما ما بيعرفش يقوم بيغرق. ايه ده انا خايف اغرق؟ رحت رامي نفسي في المايه. وامثله من دي كتير يعني كنت بمر بيها. ان انا شخص كان دايما والدي بيقول عليا ان انا مجازف، وعشان كده لما انا عرفت الموضوع هو عباره عن خوف، انا بدات ان انا اكسر الحاجز ده، واللي هو انا هبدأ. طب الخوف من ايه بالظبط؟ البرفكشنزم هو خوف من الفشل، خوف من ان الناس تحكم عليك، خوف من انك تطلع في الاخر بعد المجهود اللي انت بتعمله ده تطلع عادي، مع العلم ان انت يعني فيها ايه لما تطلع عادي. هديكم مثال. المثال ده كنت انا عارفه من احمد ابو زيد، وهو كان بيتكلم عن دكتور كده كان بيحكي تجربة هو عملها ما بين الطلبة. الدكتور ده كان بيدي محاضرات عن التصوير الفوتوغرافي، جاب مجموعتين وقسم المجموعتين A و B. من ضمن المجموعتين دول كانت مجموعة مسؤولة عن الكوانتيتي اللي هي الكمية، ومجموعة تانية مسؤولة عن الجودة. المجموعة اللي هي مسؤولة عن الكوانتيتي اللي هي الكمية طلب منهم ان هم ياخدوا في وقت معين 100 صورة. يعني لو جابوا 100 صورة هياخدوا تصنيف كويس جدا او درجة كويسة جدا، وهي مثلا نقدر نقول عليها ممتاز. في الوقت ده ما جابوش ال 100 صورة وجابوا مثلا 70 هياخدوا جيد جدا، ولو جابوا 50 فهياخدوا جيد. في المقابل المجموعة التانية كانت مجموعة الجودة، وطلب منهم صورة واحدة بس ما يكونش فيها أي عيوب ولا يكون فيها أي ملاحظات، وتبقى صورة تاخد 10/10. الاختبار عدى. بعد كده لما بصوا نتيجة الاختبار لقوا ان المجموعة بتاعت الكوانتيتي اللي هي الكمية طلعت اجمل واحلى واروق صور انت ممكن تشوفها في حياتك. في المقابل المجموعة التانية اللي هي مجموعة الجودة طلعتش غير صورة واحدة، ومع ذلك الصور التانية اللي كانت في المجموعة التانية كانت اجمد بكتير. وده لان المجموعة التانية في خلال رحلتهم لل100 صورة بدأوا ان هم يتعلموا، بدأوا ان هم ياخدوا بالهم من حاجات، وبدأوا ان هم يختاروا زوايا مختلفة. فهنا اكتشفوا، وانا كمان اكتشفت، ان الجودة بتيجي من الكمية، وعمر الكمية ما هتيجي من الجودة. كنت واخد بالي برضو ان اغلب صناع المحتوى بيمروا بنفس التجربة تقريبا. هو بينزل فيديو ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ممكن ما بين كل 3-4 فيديوهات فيديو واحد يضرب، فيحس ان هو وصل لتارجت كويس او حقق حاجة كويسة او انبسط. الموضوع مش من اول مرة. فهنا لولا الكمية ما كانش هيوصل للنتيجة دي. الموضوع علاجه مش صعب، هو الموضوع بس انك تفهم ان الموضوع هو خوف مش اكتر. يعني ما تخافش، محدش هيحكم عليك، ولو الناس هتحكم عليك فخليك عارف انك احسن من اي حد. واللي هيحكم عليك ده صدقني والله العظيم هتلاقيه هو اصلا في الاخر مش عارف يعمل اللي انت بتعمله. يعني هو قاعد بيحكم عليك ومع ذلك هو مش هيعرف يعمل اللي انت بتعمله. كلنا مش زي بعض. بالمناسبة السيت اب ده اللي انا عامله عملته صدفة والله. انا كنت قاعد فاضي قعدت كده افكر في شويه في الموضوع، فقلت لا خلاص بقى، بما اني حد هيكسر كل الحواجز دي انا هعمل الحلقه دي وهصور ايا كان بقى، انا مجهز مش مجهز. نتوكل على الله ونشوف الدنيا فيها ايه. وسبحان الله يعني الحمد لله، مجرد ما كنت بجرب والله يعني من اول تجربه خالص انا رحت حاطط الكاميرا هنا، رحت حاطط اضاءه هنا واضاءه هنا واضاءه هنا، ببص في الكادر لقيت ان الصوره جميله تحفه. بالنسبه لي انا كانت مرضيه جدا، مع العلم ان انا كنت بحاول اعمل ده وبحاول ان انا اوصل للنتيجه دي ما كنتش هعرف اوصل لها. الحمد لله. اتمنى ان هي تكون بدايه جميله وان انا اقدر احقق الحلم اللي انا كنت بحلمه بقالي سنين، وهو ان انا ابقى بريزنتر شاطر بالنسبه لكم وصانع محتوى مميز. ولو المشكله دي عندك وانت مش عارف تتعامل معاها ازاي اكتب لي في التعليقات وانا اكيد هتواصل معاك واساعدك. وان شاء الله اشوفكم دايما في احسن حال، واستناكم في حلقه تانية جديده. مع السلامه.